فيديوهاتك بتوصل لعدد معين من المشاهدات وبعد كده بتقف وانت مش عارف السبب، او فيديوهاتك اصلا ما بتجيبش مشاهدات. وانا هنا بتكلم على الفيديوهات الشورتس، لان فيديوهات الشورتس اليوتيوب عاملها علشان توصل لعدد كبير من الناس. والفيديوهات الشورتس هنا ما بتعتمدش ولا على عنوان ولا على وصف ولا على كلمات مفتاحية. هتقول لي امال بتعتمد على ايه؟ هقول لك صلي على النبي الاول في الكومنتات واعمل لايك للفيديو علشان ما تنساش. وتعالى اقول لك الفيديوهات الشورتس بتعتمد على ايه بالظبط. اول حاجة، علشان الفيديو بتاعك يفيرال ويعدي المليون مشاهدة زي الفيديوهات اللي انت شايفها دي، لازم يحصل 3 حاجات في الفيديو بتاعك. وانا هنا ما بقولش كلام وخلاص، انا بنقلك تجربتي. طيب، اول واهم حاجة لازم الفيديو بتاعك يحققه، وهي متوسط مدة المشاهدة. يعني ايه متوسط مدة المشاهدة ديت؟ هقولك المشاهد اللي بيتفرج على الفيديو بتاعك اللي هو اصلا مدته دقيقة، لازم الفيديو بتاعك يشد المشاهد ده ويقعد اطول فترة ممكنة في الفيديو بتاعك. وزي ما انتوا شايفين كده الاحصائيات الفيديو ده اللي معدي المليون مشاهدة عامل ازاي. طيب، هناخد برضو مثال على فيديو ما عداش وما جابش مشاهدات كتير، وهنشوف الفرق بينهم. وزي ما انتم شايفين متوسط مدة المشاهدة هنا كام في الفيديو اللي ما جابش مشاهدات، ومتوسط مدة مشاهدة في الفيديو اللي جاب مشاهدات، واظن الفرق واضح. طيب، ازاي تخلي المشاهد يقعد اطول فترة ممكنة عندك في الفيديو؟ اول حاجة لازم تهتم بيها وهو الهوك. الهوك ده اللي هو اول 3 ثواني في الفيديو. عاوز اقولك جمهور الفيديوهات القصيرة غير جمهور الفيديوهات الطويلة خالص. جمهور الفيديوهات القصيرة عامل زي جمهور التيك توك، يفضل يقلب 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 لحد ما يلاقي فيديو يشد انتباهه ويقف يسمعه. فعشان كده بقولك لازم تهتم بأول 3 ثواني، لكن مش معنى كده انك تهتم بأول 3 ثواني بس وباقي الفيديو مش مهم. لا، ما ده بيكمل ده. الهوك اللي هو بيشد الجمهور، اللي هو يخلي الجمهور وهو بيقلب يشوف الفيديو بتاعك يقف. الهوك ده هو اللي بيشده، وباقي الفيديو هو اللي بيخلي الجمهور يتفاعل مع الفيديو. يعني القصة بتاعتك اللي جوه الفيديو هي اللي بتخلي الجمهور يتفاعل على الفيديو ده. طيب، في حاجة مهمة ومحدش عارفها وكتير من الناس بتقع فيها، بس قبل ما اقولك ايه هي الحاجة دي، عاوز افكرك انك ما عملتش لايك لحد دلوقتي. اعمل لايك يا عم، اللايك ببلاش والله، وانا بقولك معلومات بتتباع بفلوس. عملت لايك يعني خلاص؟ يا عم مصدقك. تعال اقولك بقى ايه هي الحاجة المهمة اللي كتير ما يعرفهاش، وهي مدة الفيديو بتاعك. اللي هو ازاي يعني؟ في ناس بتنزل الفيديو مثلا 10 ثواني، وبكده الجمهور هيسمع الفيديو كله، وبكده مدة المشاهدة هتزيد. احب اقول لك يا صديقي انك غلطان، لان اليوتيوب لما بيلاقي الفيديو قصير والناس بتسمعه كله لكن محدش بيتفاعل عليه، ده بيخلي اليوتيوب يحظر وصول الفيديو، لان الفيديو بتاعك اصلا مدته 10 ثواني. فلما اليوتيوب يلاقي مفيش تفاعل على الفيديو ده هيعرف ان الفيديو ده الناس بتسمعه بالغلط، فعشان كده بيحظر الوصول بتاعه. طيب، عاوز اقولك برضو على معلومة مهمة ومحدش اتكلم عليها قبل كده، وهي ان كل محتوى طالع ترند هتلاقي الفيديو ليه مدة معينة. هديك مثال، الفيديوهات بتاعت القطط لو جيت تبص على مدة الفيديو هتلاقي الفيديو مش اقل من دقيقة ومش اكتر من دقيقة ونص. يعني الفيديو بيتكلم عن اول حاجة دقيقة. الفيديوهات اللي بتطلع ترند، انا بتكلم على الفيديوهات اللي بتطلع ترند وتلاقيها جايبة 2 مليون و10 مليون و18 مليون، دي ارقام عادية. الفيديو ده بتلاقيه ما بتلاقوهوش اقل من دقيقة ومش اكتر
من دقيقة ونص. تمام. تمام. فانت لو عملت المحتوى بتاع القطط ده لكن عملت الفيديو 30 ثانية، مش هتلاقي الفيديوهات بتاعتك اليوتيوب بيرشحها للناس، لان اليوتيوب عارف ان المحتوى ده بيكون مدة الفيديو بتاعه دقيقة او دقيقة ونص. في المدة دي يعني لا بيقل عن دقيقة ولا بيزيد عن دقيقة ونص. انت بقى تعمل لي الفيديو 30 ثانية، فانت ما بتتحطش مع الفيديوهات اللي بتطلع ترند. بتجيب مشاهدات، بس ممكن ما تجيبش مشاهدات المطلوبة لو الفيديو بتاعك اصلا حلو، لان هو اليوتيوب عارف ان مدة الفيديو ده او مدة المحتوى ده بيرجحه لما يكون معدي الدقيقة. تمام. وانا هنا بتكلم عن محتوى القطط بس. في محتويات تانية ليها مدة الفيديوهات بتاعتها معينة. لو جيت تبص مثلا على فيديوهات الكورة هتلاقيها ليها مدة معينة. فعشان كده انا بقول لك كل محتوى وليه مدة معينة، انك لازم تعمل الفيديو بتاعك بمدة معينة. يا رب يكون المعلومة وصلت لك. طيب انا قلت لك ان لازم الفيديو بتاعك يتوفر فيه 3 حاجات واحنا هنا شرحناهم. طيب اول حاجة برضو تعال نراجع مع بعض عشان تبقى فاهم ايه هما ال3 حاجات. اول حاجة المتوسط مدة المشاهدة، وتاني حاجة وهي مدة تفاعل المشاهدين تكون معدية 80%. طيب يعني ايه مدة تفاعل المشاهدين؟ مدة تفاعل المشاهدين دي الهوك اللي انا قلت لك عليه. الهوك ده اللي بيخلي المشاهد وهو بيقلب في الفيديوهات يلاقي الفيديو بتاعك يقف يتفرج على الفيديو بتاعك. ده مدة تفاعل المشاهدين، ان مثلا بيشوف اليوتيوب بيشوف الجمهور اللي عدى على الفيديو بتاعك ووقف، والجمهور اللي عدى على الفيديو بتاعك وقلبه. لو انت الجمهور ده اللي وقف على الفيديو بتاعك معدي النسبة دي معدية 80%، يبقى انت كده وفرت الشرط الاساسي اللي يخلي المحتوى بتاعك فايرال. تمام. تمام. وتالت حاجة وهي التفاعل، ان الناس تتفاعل على الفيديو بتاعك، تعمل لك لايك وكومنت، وبكده هتكون حققت ال3 شروط. لازم تطلب من الناس في كل فيديو انت بتعمله في اخر الفيديو انهم يعملوا لايك ويعملوا اشتراك، علشان الناس اصلا بتنسى او الناس ما بتهتمش، خلاص شافوا الفيديو عجبهم بيروحوا جاي قلبين. لو انت خليت الجمهور يتفاعل مع الفيديو بتاعك انك تطلب منهم يعملوا لايك واشتراك ويعملوا كومنت، الجمهور هيعمل كده. وعشان كده لما اليوتيوب بيلاقي فيه تفاعل على الفيديو بتاعك، في كومنتات، في لايكات، في تفاعل مع الجمهور ده، اليوتيوب كده بيقترح الفيديو بتاعك. تمام. تمام. طيب في ناس بتحقق الشروط دي ولكن الفيديو بتاعها بيوصل لعدد معين وبيوقف. طيب ايه السبب؟ انا هقول لك السبب هما في سببين عشان تبقى فاهم. اول واحد وهو التنوع في المحتوى، يعني انك مش مركز على محتوى واحد وبتفضل تنوع في المحتوى، تنزل فيديو بيتكلم عن حاجة معينة وبتنزل الفيديو التاني بيتكلم عن حاجة معينة، فاليوتيوب ما يعرفش انت اساسا مهتم بايه او بتنزل ايه او الجمهور بتاعك ايه، فعشان كده ما بيرشحش الفيديو بتاعك. اليوتيوب متلخبط مش عارف يودي الفيديو بتاعك للجمهور المهتم بالمحتوى بتاعك، فعشان كده انت بتوصل لعدد معين وبعد كده اليوتيوب بيوقف اقتراح الفيديو بتاعك. والمرحلة دي اليوتيوب بيديك فيها بقى شادو بان. يعني ايه شادو بان؟ يعني اليوتيوب بيوصلك بيحطك في مثلا في رقم معين ما تعدهوش. يعني مثلا بتلاقي فيديوهاتك بتوصل ل30,000 وتقف على كده وما بتعديش، وفي ناس بتقف على 5000 وفي ناس بتقف على 20,000. انت فاهم؟ اليوتيوب بيوصلك لرقم معين وما بتعدهوش حتى لو الفيديو بتاعك جاب كل الشروط اللي انا اتكلمت فيها، لانك انت خلاص اليوتيوب عارف ان انت اساسا ما بتعملش محتوى، انت اساسا ما بيثقش فيك، بيشوف ان انت بتنزل محتوى متنوع ملكش جمهور معين. وصلت لك الفكرة؟ طيب والنوع التاني هو انك تعمل قناة على جيميل جديد، ودي انا اتكلمت فيها قبل كده وبقولها لك تاني،
انك تعمل قناة على جيميل جديد، ده بيخلي اليوتيوب ما بيثقش فيك وما بيرشحش الفيديوهات بتاعتك. وخلي بالك مش سهل انك تجيب مشاهدات على قناة معمولة جديدة وكمان على جيميل جديد. انت ممكن تعمل قناة جديدة لكن على جيميل قديم، لما اليوتيوب بيلاقي الجيميل اللي انت عامل عليه قناة قديم بيثق فيك، وممكن يديك فرصة ان انت تثبت نفسك وتجيب مشاهدات، وبيقترح فيديوهاتك وبيشوف تفاعل الناس عليه. لما بيلاقي فيه تفاعل على الفيديوهات بتاعتك بيرشح الفيديوهات بتاعتك. تمام؟ تمام. وبكده اكون وضحت لك كل حاجة عن ازاي تجيب مشاهدات في الشورتس، وايه الاسباب اللي ما بتخلكش تجيب مشاهدات. ويا رب يكون ما نسيتش حاجة ووصلت لك المعلومة وانت فهمتها. ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتات. وبس كده، اعمل لايك لو انت استفدت من الفيديو، واشترك في القناة لو عايز تشوفني تاني، وشير الفيديو ده لو عايز غيرك يستفيد. وانتظروني في فيديو جديد بمعلومة جديدة في قناتكم معلومة ب1,000,000 جنيه. سلام.